بص، انت ذاكرت وفهمت وقلت لنفسك خلاص تمام كده، ولما رحت الامتحان وشفت السؤال قدامك نسيت كل حاجة ولا كأنك فتحت كتاب. ساعتها هتحس بإيه؟ إحباط، توتر، وهتبدأ تقول أنا مش نافع. بس خليني أقولك الحقيقة، المشكلة مش في إنك بتنسى، المشكلة إنك ما بتذاكرش بطريقة تخلي دماغك تفتكر. في الفيديو ده هقولك على شوية طرق وتكنيكات بسيطة لو طبقتها تقدر تثبت المعلومة في دماغك أكتر وتفتكرها أسرع وتدخل الامتحان وأنت مطمن. على فكرة ناس كتير في العالم بتستخدم الطرق دي بس محدش بيعلمها لنا في المدرسة للأسف. أنا متخرج من الكلية بامتياز وكنت بساعد كتير من زمايلي الحمد لله، فلو ركزت معايا شوية أنا متأكد إن تجربة المذاكرة هتختلف معاك تماما بعد الفيديو ده. فلو عايز تعرف كل ده وأكتر خليك معايا، صلي على النبي ويلا بينا نبدأ. أول غلطة بيقع فيها ناس كتير إنهم بيفتحوا الكتاب ويدخلوا على الحفظ على طول، بس اللي أنت مش واخد بالك منه إن دماغك مش بتخزن كلمات، دماغك بتخزن معاني وصور وأحاسيس. يعني بتفتكر الحاجات اللي ليها منطق، فلما تفهم المعلومة الأول هتعرف بسهولة تحفظها بعد كده. هقول لك مثال بسيط وانت احكم. لو قلت لك ان الهيموجلوبين بيشيل الاكسجين في الدم وانت حفظتها زي ما هي كده وخلاص، بسهولة جدا هيجي لك سؤال يلعب لك في كلمة ويبرجل لك دماغك. لكن لو فهمت ان كريات الدم الحمراء بتمشي في جسمك تشيل الاكسجين من الرئة توديه لباقي الاعضاء، واللي بيشيل الاكسجين ده هو الهيموجلوبين، وساعتها تقوم متخيل واحد ماسك كرتونة اكسجين ورايح بيوزعها في الجسم. اقنعني هتنسى المعلومة دي ازاي؟ فكده القاعدة الأولى افهم الأول بعد كده احفظ. في بقى طريقة تانية عبقرية لدرجة إن شيرلوك هولمز نفسه كان بيستخدمها في المسلسل. الطريقة دي على فكرة حقيقية جدا وناس كتيرة بتستخدمها خصوصا في مسابقات الذاكرة، والطريقة دي اسمها ميموري بالاس أو قصر الذاكرة. وفكرتها بسيطة جدا، تخيل مكان انت عارفه كويس زي اوضتك او بيتكم مثلا وابدأ وزع المعلومات في المكان ده. يعني مثلا لو عايز تحفظ معلومات بترتيب معين ممكن ترتبهم على رفوف الدولاب بتاعك، ولما يجي وقت الامتحان وتعوز تفتكر المعلومة تاني هتلاقيهم مكان ما سبتهم. وبحب كمان اضيف ليها طريقة انك تقسم المنهج وتذاكر كل جزء منه في حتة مختلفة، يعني ممكن مثلا جزء في اوضتك، جزء على السفرة، ممكن تطلع بره تذاكر في كافيه. هتتفاجئ قد ايه الطريقه دي فعاله، لان دماغك بتحفظ الاماكن احسن ما بتحفظ المعلومات العشوائيه. فلو انت قسمت المنهج لاماكن وجوه الاماكن دي وزعت المعلومات زي ما انت عايز هتقدر تفتكرها بسهوله جدا وقت ما تحتاجها. اول ما تقابل السؤال دماغك حرفيا هتقولك هو قالك فين. بنصحك جدا تستعمل الطريقه دي مع اصعب المحاضرات والفصول اللي بتحتاج حفظ كتير جدا. في كمان طريقه اصحابي كانوا محترفين فيها بصراحه، والطريقه دي مفيده جدا لما تكون في معلومه ما بتتحفظش مهما عملت، وانت بنسبة كبيرة اتعرضت لها قبل كده، لان في مدرسين كتير بيحبوا يستخدموها في الشرح. وهي ببساطة انك تربط المعلومة بحاجة غريبة او مضحكة عشان تثبت في دماغك، سواء كانت قصة او نكتة او موقف خيالي. مثال بسيط، انت مثلا بتذاكر كيمياء دلوقتي وعايز تحفظ ان الهيدروجين هو اخف عنصر، تخيل نفسك نفخت كرة بالهيدروجين واول ما شطها من كتر ما هي خفيفة طارت بعيد قوي لحد ما اختفت من الوجود. كل ما كانت الصورة اللي في خيالك أغرب كل ما المعلومة هتثبت أكتر. وفي مثال تاني بنسبة كبيرة عدى عليك قبل كده، بيجي مدرس الرياضيات يقول لك كل جبار ظالم جاته داهية عشان يحفظك حساب المثلثات. فجرب تستخدم خيالك كأنك بتحكي قصة، دماغك بتحب القصص أكتر من الكلام اللي ملوش سياق. فلو عجبك الفيديو لحد هنا ما تنساش اللايك واكتب لي في الكومنتات تحت لو في طريقة تانية انت بتحبها عشان غيرك يستفيد. طب تعرف بقى انك كل ما استخدمت اكتر من حاسة وانت بتذاكر كل ما المعلومات هتثبت معاك اكتر؟ اقرأ بصوت عالي واكتب المعلومة بايدك واسمع ريكورد للشرح او تسجيل لنفسك وانت بتتكلم، ولو عرفت تشم المنهج شمه. كل ما بتزود الطرق اللي انت بتذاكر بيها كل ما بتصعب على نفسك انك تنسى اللي انت ذاكرته بعد كده. بس عارف ايه اللي اجمل من ده ويخليك تثبت المعلومة بنسبة 90%؟ جرب انك تشرح المعلومة لحد غيرك، فكرة انك تشرح دي بتثبت المعلومة بطريقة مش طبيعية. سواء كان عندك زميل سكن او بتنزل تذاكر مع صاحبك بره او حتى تتصل على صاحبك فيديو كول تذاكروا سوا، الموضوع هيفرق معاكم جدا انتوا الاتنين. كل واحد فيكم هيذاكر جزء ويشرحه للتاني بالطريقة اللي فهمها. كده انت مش بس ثبتت المعلومة اللي انت ذاكرتها لما شرحتها لصاحبك، لا كمان الجزء اللي هو شرحه لك لما تيجي تذاكره هتلاقيه انه اختصر عليك كتير، بانك دلوقتي انت فاهمه وعارفه من قبل كده، فهتلاقي نفسك قادر تذاكره وتخلصه وتحفظه بسرعة اسرع بكتير من لو كنت شايفه اول مرة. خد بالك من جسمك ونام كويس وكل كويس وارتاح، وما تذاكرش ابدا وانت عطشان او جعان او عايز تنام. التغذية والمية مهمة جدا وانت بتذاكر، خلي جنبك على طول ازازة مية طول الوقت. خد بالك من جسمك لانه هو اللي بيخزن المعلومات، الناس بتنسى ان وقت النوم هو الوقت اللي بتخزن فيه المعلومات وبتثبتها. فمعلش انا عارف ان هو صعب، بس حاول تاخد بالك من نومك وتاخد راحة كافية قبل الامتحان. ولما تكون بتذاكر وحاسس انك مرهق ومش مركز سيب اللي انت بتعمله، قوم خد قيلولة صغيرة نص ساعة او ساعة.
هتصحى منها فايق جدًا وهتقدر تنجز كتير. الساعة اللي أنت كنت قعدتها دي لو شدّيت على نفسك فيها كنت هتلاقي نفسك ما فهمتش حاجة أصلًا. قُل لي في الكومنتات لو جرّبت واحدة من الطرق دي قبل كده أو في طريقة من هنا ناوي تجرّبها واحكِ لي تجربتك معاها. وفي طريقتين جامدين كمان اتكلمت عنهم في الفيديو اللي فات اللي كنت باتكلم فيه عن أحسن الطرق اللي باحب أذاكر بيها شخصيًا، تقدر تتفرّج عليه من هنا. ولو لسه بتتفرّج أصول إنك تشترك في القناة. كان معاكم مُستَ وسلام.